المهم قال لي ان هو اسمه عم درغام وانه بيشتغل هنا غفير للمكان. انا ساعتها سرحت شويه كده وقلت له كويس اهو الاقي حد يسليني في الجو ده. قام بص لي كده وضحك. انا ساعتها قلت في نفسي كده شكله راجل طيب. حلاوتك مفيش حد طيب غيرك. رجعت المكان تاني بعد ما الراجل خلص وشرب الشاي وخد بعضه ومشي، وقعدت مكاني. وبعد حبه هوب قام النور قاطع. السلام عليكم اصدقائي صديقاتي محبين الرعب والغموض، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه اتمنى تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عشان كلنا نخش الجنه باذن الله. وقبل ما نبدا قصتنا ما تنساش ترزع على اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بس رساله ليك يا صاحبي، لو انت بتشوف الفيديو دلوقتي ما تبخلش عليها باللايك، يعني ارزع على اللايك الاول عشان في ناس بتشوف الفيديو من غير ما ترزع على اللايك، وفي ناس كمان يعني ما بتعملش حاجة، يعني بتتفرج بس. وما تنساش تعمل حاجة تشربها عشان تستمتع وانت بتتفرج، شاي قهوة او اي حاجة انت بتحبها. مستعد؟ يلا بينا. يا سواد الحلل يا ولاد، يعني انا قاعد في مكان ما فيهوش مخلوق صاحي وفي صحراء والنور كمان قاطع. ساعتها افتكرت عم درغام اللي لسه ماشي من قدامي دلوقتي. قلت بدل ما اقعد لوحدي هنا هروح اقعد معاه هناك، كده كده مفيش زباين ومحدش بيجي بالليل ومحدش شايفنا اصلا. وفعلا لقيت رجلي سحباني على بره المكان اللي كان الجو ساعتها تلج جدا والصمت الدامس، وانا ماسك الموبايل بتاعي وفتح الفلاش وعمال انادي يا عم درغام يا عم درغام. وعم درغام مفيش منه اي رد ولا حياة لمن تنادي. المشكلة انا معرفش هو بيقعد فين ولا مكانه فين اصلا، لانه ما قاليش حاجة زي كده. انا بصراحة زهقت وقلت خلاص بقى انا هرجع مكاني والمضطر يركب الصعب. وفعلا رجعت للسوبر ماركت تاني وقعدت مكاني وكنت مرعوب حرفيا. الدنيا حواليا ظلام وصمت دامس وعمال ابص في كل مكان كده زي المجنون. وقلت لنفسي ايه اللي انا عملته في نفسي ده، ما انا كنت قاعد ومرتاح وقعدت اندب في نفسي كده لحد الصبح. واخيرا الوقت خلص. قابلت شخص كان شغال معايا في المكان هناك وقال لي هو انت كنت رايح فين امبارح وكنت بتنادي على مين؟ انا رديت كده عليه وقلت له لا مفيش، ده انا كنت بدور على عم درغام. فبص لي باستغراب كده وقال لي عم درغام؟ عم درغام مين؟ قلت له عم درغام غفير المكان هنا وكان قاعد معايا امبارح وشرب شاي ومشي. ساعتها بص عليا بصة غريبة كده كانت فيها رعب على استغراب وقام سايبني ومشي. انا قلت في نفسي ساعتها ماله ده بس، اصلا انا ما كنتش عاطيله اهتمام لان انا كنت تعبان اصلا من كتر التفكير بتاع امبارح وما صدقت ان الشفت خلص علشان اروح انام، فخدت بعضي على السكن عشان انام. وفعلا نمت وصحيت على اليوم التالت، بس كانت في حاجة شاغلة بالي وما كنتش بسببها عارف انام. والحاجة ديت كانت عم درغام. اسئلة في دماغي وانا اصلا مش فاهم اي حاجة. ساعتها خدت بعضي ورحت على السوبر ماركت وانا دماغي حرفيا هتفرقع من كتر الصداع. بس وانا واقف كده في السوبر ماركت ببص كده قدامي لمحت الشخص اللي كان معايا الصبح عمال يبص عليا كده بنظرات غريبة وعينه معايا رايحة جاية. كنت حاسه عاوز يقول حاجة بس متردد وانا ما كدبتش خبر. انا خدت بعضي ورحت له وقلت له بقول لك يا صاحبي هو انت ليه سبت لي ومشيت الصبح؟ قام بصص لي كده وخد نفس كده وقال لي معلش اصل استغربت من كلامك الصبح. قلت له ايه الغريب في كلامي طيب يا عم، بس انا سالتك بس على عم درغام وانت قلت لي ما تعرفوش. قام قايل لي يا ابني مين عم درغام ده؟ مفيش حد في المكان كله اسمه عم درغام، انا اول مره اسمع الاسم ده في حياتي. انا هنا بقالي 5 سنين بشتغل ما سمعتش حد ولا شفت حد بالاسم ده. انا هنا سكت بلعت ريقي كده وانا مرعوب كده ومش فاهم حاجه. اما كمل كلام وقال لي بص انا هنصحك نصيحه، وانت بالليل بلاش تطلع لوحدك بره المكان وبلاش تتكلم مع اي حد تشوفه حتى لو نادى عليك، لان ممكن حد يسرقك او يأذيك، فخلي بالك. سابني ومشي. هنا انا قعدت وانا بفكر ومرعوب وخايف وعمال اسال نفسي اسئله كتيره بس طبعا كانت بدون جواب، واللي مجنني هو درغام. فساعتها فكرت وقلت طيب مثلا حد تاني، يعني يمكن حد يعرفه والشخص دوت ما يعرفوش، يعني لسه جديد في المكان وكده. وفعلا ببص حواليا ما لقيتش غير مدير المكان، فرحت له قلت له بقول لحضرتك ايه، هو حضرتك ما تعرفش حد باسم عم درغام هنا؟ قام لقيته كده اترعب وبدأ يقرب مني كده ويقول لي انت شفته؟ قلت له اه ده كان معايا امبارح وقعد معايا وشرب الشاي ومشي. قام فضل باصص لي كده شويه بتاع كام ثانيه كده وقام قايل لي نفس الكلام اللي قاله
الشخص اللي كان معايا من شويه، وهو بلاش تطلع بالليل لوحدك. يا جدعان هو ايه الحكايه بالظبط؟ كله عمال يحذرني ويقول لي مش عارف ايه. انتوا عارفين ايه في المكان ده ومش عاوزين تقولوا لي يا جدعان؟ بصراحه يا صديقي انا دماغي كانت عماله تجيب وتودي وافكر، مش فاهم اي حاجه حرفيا. ساعتها جه بالي وقلت هو ايه يعني عم درغام ده؟ يمكن يكون عم درغام ده جن وانا مش عارف. جن؟ اكيد لا، يعني هو ممكن يكون ما يعرفوش فعلا والمدير بس اللي يعرفه ما بيحبوش يعني. حاولت اهدي نفسي وفعلا هديت شويه، وقلت اقوم اجيب بضاعه من المخزن اسلي نفسي بدل ما انا قاعد كده. والمخزن كان في ظهري، اللي هو كان عباره عن اوضه كانت فيها البضاعه. فانا جوه الاوضه ببص كده حواليا لمحت ان في كوره، بس فجاه وانا واقف في المكان سمعت بره في صوت عربيه بتمشي او جايه ناحيتنا. فبسرعه طلعت بره جري علشان اشوف يمكن زباين ولا حاجه. وفعلا لقيت 4 رجالة نازلين من عربية. كانوا ال4 لابسين لون واحد وهو لون أبيض، والعربية اللي كانوا جايين بيها كانت لونها أبيض برضه. صدفة غريبة. تعالى بقى للأغرب، ال4 اللي نزلوا كانوا شبه بعض تيبيكال، فولة واتقسمت 4 تنصاص حرفيا يا صديقي. وقتها قرب علي واحد منهم وقال لي بقول لك يا كابتن عندكم مشروبات ايه؟ انا وقتها كنت ميت حرفيا، ما هو اللي انا شفته مش قليل برضه يا صديقي. رديت عليه كده وقلت له اللي انت عاوزه كله موجود. اما قال لي طيب احنا عاوزين 4 نسكافيه وهندخل الحمام لحد ما تخلص. انا قلت له تمام اروح اعملهم لك واجب. فعلا رحت اعمل لهم النسكافيه لحد ما يخرجوا من الحمام، وانا شايفهم من جوه وهم داخلين الحمام بعينيا دول. تمام يا صديقي؟ تمام يا دياب. شويه وكنت خلصت النسكافيه وطلعت بره وابص لك قدامي يا صديقي، ما لاقيش العربيه اللي كانوا لسه جايين بيها، العربيه اللي لونها ابيض بص ملح وداب، كانها ما كانتش موجوده من الاساس. ده نهار ابيض يا صديقي. فساعتها قلت لنفسي كده معقوله يكونوا مشيوا؟ بس ازاي ده هما ما خرجوش من الحمام اصلا، ولو خرجوا وانا كنت شفتهم بعيني، ونفترض انهم خرجوا، ازاي انا ما سمعت صوت العربيه وهي بتتحرك؟ 100 سؤال كان في دماغي يا صديقي، لحد ما لقيت رجلي واخداني على الحمام وانا بدعي واقول ان شاء الله الاقيهم جوه والعربية تكون اتسرقت وما يطلعش اللي في دماغي صح، وادخل لك الحمام ما لاقيش جنس مخلوق جوه ولا حياة لمن تنادي. طلعت كده وانا مبلم وانا مرعوب ومش فاهم حاجة، وهوب النور يقطع في المكان كله. مش هينفع اقعد ساكت، انا لو فضلت ساكت انا ممكن اتجنن من التفكير، وخصوصا الشبكه وقتها كانت زفت والنت ضعيف، فتليفوني ملوش اي لازمه بالنسبه لي. فساعتها جت في بالي فكره، وان افتكرت الكوره اللي كانت جوه المخزن. فقلت في بالي كده ما اروح اجيبها واقعد امشي مع نفسي شويه كده لحد ما اخلص الشيفت المنيل ده. وفعلا خدت بعضي ورحت على المخزن وجبت الكوره وقعدت اخبطها في الحيطه وترجع لي تاني، وهكذا فضلت لحد الكوره فلتت مني ودخلت جوه المخزن تاني. قلت يا دي النيله يا ناقصه، انا كل شويه اخش واطلع. فوانا بمد رجلي ورايح ناحيه المخزن الاقي لك الكوره طالعه من جوه كأن حد شاطها وتيجي ناحيتي. يا حلاوه كده كملت الرساله، وصلت خلاص. المكان ده في حاجه غلط من اول ما جيت هنا وانا حاسس ان في حاجه غلط. ساعتها اخدت قرار ان لا يمكن اقعد في المكان ده يوم تاني، وفضلت مكمل بس لحد ما الصبح يطلع. وانا كنت حرفيا قربت اتجنن من التفكير والرعب لحد ما فعلا الصبح طلع. لكن ساعتها قلت انا قبل ما امشي لازم اعرف اجابة سؤالي من المدير. ساعتها رحت عليه وقلت له بقول لحضرتك ايه، انا اخر يوم ليا في المكان ده ومش جاي تاني، بس قبل ما امشي انا عاوز اسالك سؤال، هو انت تعرف عم درغام منين؟ ومين هو عم درغام اصلا؟ وهل هو الغفير ولا بيضحك عليا ولا ايه الدنيا؟ قام باصص لي كده وسكت شويه وقال لي بص، عم درغام ده كان موجود هنا كتير فعلا، وكان بيحرس عربيات البلدوزر اللي كانوا بيستخدموها في بناء الطرق. قلت له طيب ما هو طلع موجود اهو، امال مالكم خايفين منه ليه؟ قام سكت شويه برضه وقال لي ما هو اللي انت ما تعرفوش ان عم درغام ده ميت بقاله 10 سنين. انا بصيت له كده وقلت له طيب السلام عليكم بقى، انا هاخد بعضي ومش راجع المكان ده تاني. فعلا خدت بعضي ورجعت للمنيا تاني، والحمد لله انا قدامكم اهو سليم، بس كان ممكن اكونش سليم ولكن ربنا كان معايا. وبكده
وبكده نكون وصلنا لنهاية القصة. متنساش تعمل اللايك يا صاحبي وتشترك في القناة وتسيب لي كومنت وتقول لي رأيك في القصة الجامدة دي اللي أنا أصلا مستمتع وأنا بحكيها لك. لو عندك أفكار قصص يا ريت تكتبها لي في الكومنت، أو عندك قصة بتاعتك أنت حابب إن أنا أحكيها، الانستجرام بتاعي هتلاقيه في الديسكريبشن أو هيظهر لك دلوقتي. تعالى هناك واحكي لي قصتك وإن شاء الله نعمل عليها فيديو. وبس كده، سلام.